بعد النسخة الأولى للمؤتمر الوطني الأول اللي نظمته الجمعية بمدينة الرباط سنة 2022، اليوم تنظم الجمعية النسخة الثانية من هذا المؤتمر بالدار البيضاء تحت شعار مواكبة، توعية وتحسيس للتخفيف عن مرضى الصدفية. هذا اللقاء بيان سور اللي حضروه أساتذة اختصاصيين ودكاترة ومرضى وعائلة المرضى، واللي استفادوا من الشروحات اللي قدموها الأساتذة بخصوص هذه الأمراض، مرض روماتويد، مرض الصدفية الالتهابية، مرض الصدفة الجلدية، وفهموا المريض مدى أهمية الكشف المبكر والولوج للعلاج الصحيح وصيرورة العلاج. والجمعية اللي ناضلت من أجل التغطية الصحية لمرضى الروماتويد، واتضح لنا أن مرضى الصدفية يعانون نفس معاناة مرضى الروماتويد بل أكثر، لأنه هو مرض مرئي، مرض ماشي غامض، مرض كتباشروا العين وكيتعرضوا للتنمر، كيتعرضوا بزاف ديال المضايقات الاجتماعيه. اضطرينا حنا كجمعيه باش ناخذوهم ونضموهم للجمعيه باش نناضلوا من اجل التغطيه الصحيه الشامله بالنسبه لهؤلاء المرضى. واليوم هو اليوم الثاني للمؤتمر اللي كنقوموا به بورشات تحسيسيه للمرضى كتقوم بها أطباء واختصاصيين في الترويض الطبي من أجل فهم كيف يتعايشون مع الأدوية ديالهم، كيف يزاولون حياتهم اليومية مع الدواء اللي كياخذوه، ويعرفوا كيفاش يميزوا ما بين دواء ودواء، ويحاولوا ما أمكن ما يقطعوا حتى شي دواء بدون استشارة الأطباء ديالهم ولا يلجؤوا للصيدلية.